السلام عليكم ورحمة الله. معكم عبد الكريم من قناة البعبع الجزائري من الجزائر إن شاء الله. اليوم لدينا درس، وهو كيف فتح بورت من راوتر دي-لينك وراوتر جواب 530. أحاول التركيز فقط لأني مريض قليلا هذه الأيام. آه، نذهب دايركت إلى الدرس، فكنا من حديث المقدمات المريضة هذه. وين نذهب إلى الديلينج؟ نذهب إلى الديلينج اللي عندي راني أشتغل عليه تو. اكتب من هني في محرك البحث أو شيء من هذا، في هذا المربع العين اكتب 192 168 11 ما بيناتهم فواصل الكل ودير اوكي. وضع علينا المشكل. هني تلقى ادمن، وهني اكتب ادمن ولا الكلمة اللي كتبتها انت. هذا مكان اعطيه اوكي. اللي عندك ديلينج 2750 اي. اتبع هذه الخطوات باذن الله. ولم تجد شرحك، اكتب اسم الموديل اللي راك تشتغل عليه، اكتب بعده فتح بورد. سوف تجد مثل هكذا. اين انت؟ لا يوجد. مثلا هكذا فتح بورد، ها هو هكذا، واضغط اوكي. ستجد العديد والعديد والعديد من الفيديوهات. ان لم تنفع في هذه ستجد الاخر يفهمك جيدا، وهكذا وهكذا وهكذا. اذا نرجع الى هذه الصفحة، نذهب الى هذه الخانة الثانية ونضغط اوكي. نضغط هني فري بورد، نضغط اوكي. هكذا نجد هكذا بهذا الشكل البورتات، مكان وضع البورتات. اذا نذهب على هذه الخانة ونضغط اوكي. لدينا شيء ما نسيناه يا جماعة. إن أردت أن تفتح البورت من جهاز الكمبيوتر الخاص بك لوصول نجرات أو شيء من هذا القبيل، تبليغ ولا مشيني عارف، عليك بتثبيت الاي بي الداخلي للجهاز كما أنا عامل هنا. ها هو اي بي الداخلي للجهاز الخاص بي، وليس هذا النظام، إنه النظام وهمي مثبت لك كما هكا وداير فيه البورتات كما هكا. نذهب الى نوريكم كيف تثبت الاي بي الداخلي للجهاز، لان عندما تغلق الجهاز وتعيد تشغيله من جديد سوف يعطيك اي بي اخر. مثلا ان كنت وضعته في رقم 3 ستجده رقم 4 او رقم 2 او رقم 6، يتغير اي بي باستمرار. اذا نثبت الاي بي هكذا. اضغط على الشبكة، نفتح مركز الشبكة، وأي مكان أي مكان أردت أن تفتحه منها أنا أفتحه من هنا، وأنت اذهب من أي مكان افتحه من أي مكان. هكذا المهم أنك توصل لهذه الصفحة واضغط على هذه، ثم خصائص، ثم اذهب بروتوكول رقم 4 هذا الشكل. اذهب إلى خصائص، هنا اضغط على هذه، وهنا اكتب الاي بي الداخلي لتثبيت الجهاز الكمبيوتر الخاص بك. انا اكتب 1 9 2 1 6 8 1. هنا يجب ان تعمل اي بورت، اي رقم تريد العمل عليه. انا ساعمل على 50 مثلا، 50 ولا 60، هاي كما حبت، هاي كتبت وحدها 60. اضغط هنا فقط. انا كتبت 60 وانت اكتب ما اي رقم تشاء، من 3 حتى 150 او شيء من هذا القبيل، او 170 حسب الراوترات. هناك راوترات تدعم 200 رقم، وهناك راوترات تدعم 140 180. المهم انت انت ماذا بيك دير 99 55 33 في الجوايه هذيك، ويني تطلعش فوق ال 100 120 ولا حتى 120 نورمال. اذا هنا اكتب الرقم الراوتر الذي دخلنا به هكذا حتى نكون متفاهمين. الراوتر الذي ان كنت عملت له تغيير، المهم اعطيه المكان اللي راك تدخل به للراوتر.
الله يا ربي. 2 9 1 1 8 1 1 وهكذا. هذه اضغطها 8. تبعني يا بني، تبعني جيدا. هكذا هكذا هكذا. الخانة الأولى املأها بالثمانية، والخانة الثانية املأها بالأربعات. 4 4 4 4 ونعطيه موافق وإغلاق. إغلاق. نحن لا نريدها الآن. نحن ثبتنا الاي بي. نقوم بهكذا. هذا اسم النجرات أو شيء من هذا القبيل. أنا أتركها بدون اسم. وهنا الاي بي الذي ثبتناه، يعني هكذا. هكذا عملنا 60. احنا عملنا 60 في السمو فيه. وهنا افتح البورت الذي تشاءه، مثلا هكذا. ربما عندي هكذا. هذا هو البورت الذي نريد فتحه من هذا الجهاز، هكذا. وهنا ايضا اعيد فتح البورت. سأريك كيف. هكذا. هنا عندنا اتصال شبكة. هنا اتصال داخلي، وهنا يجب أن تقلب الاتصال إلى خارجي، هكذا بهذا المفهوم، ليكون تبادل الاتصالات داخلي وخارجي، ليكون لك التبليغ يا بني. وهكذا اضغط على اوكي. سوف يحفظ لدينا. هكذا لقد حفظنا البورت في هذا الراوتر. وأنا أعرف أن التبليغ سوف يأتي، لأن كل وشيء آخر يجب أن تفتح جدار الحماية، هكذا بهذا المفهوم. شيء بسيط فقط لأري بعض المبتدئين هذا الشكل. هكذا اذهب إلى جدار الحماية. أول شيء تذهب إلى تشغيل أو الإيقاف. اضغط على هنا، اعملها إيقاف هكذا. اضغط على أوكي. من ثم إعدادات متقدمة، هكذا بهذا المفهوم. من ثم قواعد اتصالات واردة. اضغط هنا. ومن ثم قاعدة جديدة، هكذا. أريك فقط ربما والشخص ربما هكذا. اضغط على منفذ. أنت تلقاه في برنامج. اضغط على منفذ. ودي شاشة صغيرة. اضغط التالي. من ثم اكتب أي بورت. نحن فتحنا 555. لا أريد فتح بورت في هذا النظام. من ثم أعطيه التالي. من ثم أعطيه التالي. من ثم أعطيه التالي. من هنا اكتب اسم النجرات أو شيء من هذا القبيل. ثم أعطيه هكذا. يترجست عندك نورمال. أعطيه نهائي يترجست عندك يا ودي. إذن عيد نفس الكرة، نفس البورد، هكذا بهذا المفهوم. أعطيه التالي. من هنا أعطيه كلمة ثانية. من هنا اكتب البورت الذي قمت بفتحه على الراوتر لكي يأتي التبليغ، هكذا. تالي. من هنا اكتب اسم النجرة أو شيء من هذا القبيل، ثم انهاء. بهذا الشكل سوف تكون إليك التبليغ إن شاء الله. هكذا. نذهب إلى الراوتر الثاني، والذي طلب عليه أحد الإخوان، الذي نحاول أن نفيده بمعلومة إن شاء الله. هذه التصاور الموجودة اللي وجدتها على الانترنت. أنت الراوتر تاعك قليل على الانترنت. صديقي أين هو؟ هكذا الواجهة. سوف تجد الواجهة هكذا عندما تضغط على 192 168 11 تضغط اوكي. تجيك واجهة تاع اليوزر والباسورد. ادخل اليوزر والباسورد يكون ادمن. اضغط على اوكي. تأتيك هذه الواجهة ديريكت. سوف افهمك لحظة بلحظة. انت اضغط على بورد بوس ولا بيس ولا هاي والراهي. هاك شوف فيها من هنا. اضغط على هذه الخيار.
ومن ثم اضغط على نوت، ستأتيك هذه اللافتة. من ثم اضغط على هذه اللافتة الخانة الصفراء، تأتيك هذه الصورة الأخرى هكذا. أين ذهب؟ هاي سوف نبحث عليها. أين أنت؟ أين هي؟ هكذا بهذا المفهوم تأتيك لافتة تكون فيها تدخل فيها البورت الذي تريد إدخاله. إذا الخانة الأولى اتركها كما هي. الخانة الثانية اكتب فيها اسم النجرات، ولا هو مكتوب اسم النجرات، اكتبه أنت هنا. اضغط على الكل، اضغط على الكل، سوف تجدها كلمة أخرى. اضغط على الكل، من ثم ضع البورت هنا وهنا في هذه الخانتين. ضع نفس البورت. وهنا كما فهمتكم في الخطرة الأولى كيف نثبت الاي بي الداخلي للجهاز. وضع الاي بي هنا، مثلا أنا ضعت الاي بي الداخلي 60، انت ضعه الرقم الأخير في بلاصة 63، وهكذا. أعيد رقم البورت هنا ثانيا، واضغط على اوكي، سوف تجدها في الأسفل. الله أعلم، هكا الدرس مفهوم إن شاء الله، وشكرا. وهذا مكان.